محمد فوزي لو بعد اذنك ممكن تبص في لقطه جت اول ما نزل زيزو، هو مع ملامح انا بحبه على المستوى الشخصي، وهم شويه بيبقوا حساسين من واحنا نتابع لما نزل قلت المفروض تبتسم، انت مشارك في كاس عالم، فرصه يتمناها يلعب في اجيال لم تذهب لكاس عالم. ايوه، فهو لازم يستغل كل دقيقه. هو الكره اللي راح بيها طالما عديت من الحارس العبها بشمالك، لمسه واحده وقفت تمريره التمرير حمزه قريب. فعموما التغييرات كلها كانت ايجابيه بالنسبه للفريق، واضافه لحمزه. شوف التمركز يا كابتن محمد، الكره اللي خطفها قبل بالراس المدافع، شوف الكره اتلعبت له طويله من المدافعين راح عاملها لزيزو في عرضيه من صلاح، ما كانت قويه لكن ايضا وجهها صح. فدي كلها حاجات كويسه، وهو مدربهم كان مهاجم. خليك جنب حسام، كابتن حسام وصلاح. انا بعت له رساله قلت له اسمع توجيهات صلاح. فدي حاجات صغيره بس مهمه. هي دي هذه الفرصه. هي دي مراوغه لمسه واحده من اليسار على طول، او تمرير. لازم تفكر بقى في التفكير بتاع التمرير وبتاع، بس هو على المستوى الفني هو عنده افضل من كده، افضل من الحالي، لانه زي ما قلت لك اللعيب بينزل 10 دقائق او 15 دقيقه عاوز يعمل كل حاجه في الكوره، وعاوز يقول لمدربه انا مستحق دقائق اكتر. فكلها ايجابيه، والحمد لله ان الفريق قدر يقدم شوط ثاني مختلف. نفكر بقى في المباراه وفي مسارنا. احنا طمعنا، انتوا عشمتونا بالاداء وبالنتائج الايجابيه. نفرح وان شاء الله الماتش الثالث يبقى نتيجه ايجابيه ايضا، وبعد كده نشوف في دور ال 32 ان شاء الله.